بعدما أبهر الجزائريين بطائرته العجيبة. طيار المسيلة يسقط في حادث مأساوي. في آخر فيديو لقطات له وهو يطير. تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية الميدانية بولاية المسيلة مساء اليوم الاثنين إثر حادثة سقوط طائرة صغيرة يدوية الصنع بالمنطقة أولاد منصور في حدود الساعة 7:26. وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فإن الطائرة سقطت أثناء عملية تجريبية ما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر نحو 50 سنة بجروح متعددة، حيث تم تقديم الإسعاف الأولية بعين المكان قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى المسيلة لتلقي العلاج. خوتي العزاز، هذا الفيديو أسطوري على بالك، وبهذا الإنسان هو اللي تفتخر به الجزائري. خوتي هذا الإنسان هذا من المسيلة، على بالك راح تشوفوا الفيديو نتاعو. صنع طائرة يدوية الصنع، صنعها هو بنفسه، وقالك باللي كان الحلم نتاعو باش يصنع طائرة محلية الصنع. ياما رجال الكوراج وخدم عليها وصنعها. أول إقلاع عليه بهذه الطائرة هذه سياها في 5 ماي 2025، ولكن لقى فيها بعض الأعطال وعاود سيسيها البارح. سيها ولكن لقى الحجف نتاعو. الإنسان هذا بعد ما سيا هذه الطائرة هذه للأسف صرع وطل وطاحت به. إلى حد الآن بعض الفيديوهات راهي تقول باللي الإنسان هذا قد توفي، مات يعني، ولكن إلى حد الآن حنا ما عندناش مصدر موثوق باش يقول باللي مات. القنوات قناة النهار راهي تقول بلي الإنسان هذا جاو المستشفى وعطاوه الإسعافات الأولية. إلى حد الآن ما جاناش خبر باللي يقول باللي الإنسان هذا توفى، ولكن بعض الفيديوهات راهم كاتبين فيها باللي توفى هذا السيد. المهم خوتي راح تشوفوا معايا الفيديو نتاعو بعد ما سيا يقلع بها للمرة الثانية. ولكن خوتي العزاز نبغيكم باش تبارطاجوا هذا الفيديو هادو، والعباد هادو هما اللي تفتخر بهم الجزائر. شوفوا معايا خوتي الفيديو. واش عليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير مشاهدي متتبعي صفحات ولاية المسيلة، أمسية سعيدة والسلام الله عليكم. كما راكم تشوفوا فينا الآن رانا تاريخ الاثنين بلدية ولاد منصور. كما راكم تشوفوا فينا الآن رانا مع الأخ يزيد دوغا. رانا في المشروع تاعو. يعني الحلم هذا كان بالنسبة لك حلم يزيد؟ هذا حلم يعني اخترع طائرة صنع طائرة محلية الصنع هكذا. كما رانا نشوفوا في هذه الأثناء راه يقوم بعملية تركيب ومراقبة الطائرة من أجل الإقلاع الطيارة. سمى هذه المرة الثانية بعد ما كان الإقلاع ب 30 ماي 2025 بعد إجراء تغييرات. هاو اليزيد هاو عقابها هاو يريقل سيوها حتى الآن. يزيد السلام عليكم، واش راكم لاباس بخير؟ الحمد لله. يزيد تعطينا نبذة ولا فكرة صغيرة على هذه طائرة خفيفة بسيطة. هو مبدأ فيها مبدأ الطيران، لازم يطير لازم يكون يلم قواعد مبادئ الطيران، مبادئ الرياح او الايروديناميك. هذه الفكرة وما فيها. هذه نسبة المئوية تاعها راهي 80% جزائري باستثناء محرك متشيك. ان شاء الله اليزيد نشوفوك ونستناوك تركب الطياره ونعاودوا لايف. يعني نقول للمشاهدين متتبعي صفحه ولايه المسيله اقعدوا استناونا وما نطولوش عليكم، انتظروا التركيب والمراقبه. وكما شفتوا خوتي العزاز الفيديو بعد ما سيا يقلع بها خطرة الثانية، قدر الله ما شاء فعل، الإنسان طاحت به الطائرة. ولكن هذا الإنسان لازم الجزائر تقوم به، باسكو هذا الإنسان كان معول باش يخدم حاجة لبلادو وتكون محلية الصنع ويزيد يطور في الإنتاج نتاع بلادو. ولكن للأسف كما شفتوا معنا خوتي العزاز الفيديو كيفاش صرا. ولهذا السبب نطلبوا من السلطات المعنية أنهم هذا الإنسان هذا ما يخلوش يروح غير هكا، لازم يكرموه، ولا إذا كان حي على قيد الحياة كما راهم يقولوا لازم يوقفوا معاه باش يعاود يحقق الحلم نتاعو ويصنع لنا طائرة محلية جزائرية
وماذا بكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش يلحق للناس المعنيين بهذا الامر، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو.